السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن تخزين الملوخية الخضراء بطريقة صحيحة من غير ما تسود. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يوصلكوا كل جديد. هنا معانا 2 كيلو من الملوخية البلدي. شايفين الورق بتاعتها ناعمة ازاي وجميلة. معانا كده الكمية دي، انتوا حابين تقللوا تزودوا دي حاجة براحتكم. بس انا بوريكم كمية وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا هوريكم الطريقة وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. هنقص كده الجذور بتاعتها من تحت لان شايفين فيها طينة فما ينفعش نغسلها بالطينة بتاعتها دي. هنقص الجذور حاجة كده بسيطة اللي هي بس بيكون فيها الطينة والحاجات دي. وهنسوي كده الملوخية. هنقص كل الكمية ونغسلها بقى بالمية مرة واتنين وتلاتة عشان نتخلص من كل الطينة. لو الورق فيه تراب او طينة كل ده ينزل في المية. وبعد كده بنسيبها تتصفى وبعد كده بقى بنبدأ نقرطفها. بس بعد ما بتصفي الميتها بتاعتها كده المية بتاعتها وتنشف. بعد كده بنبدأ نقرطفها، ويفضل بعد ما تتقرطف برضو تساب ان هي تنشف شوية على فوطة مطبخ نظيفة، على اي مفرش عندكم. المهم ان انتوا تسيبوها تنشف من المية بتاعتها وبعد كده بقى بتبدأوا ان انتوا تخرطوا فيها. هنا هنسوي كل الجذور كده كويس. شايفين كمية الطينة فما ينفعش تتغسل بالطينة بتاعتها دي. نتخلص منها وبعد كده بنبدأ نغسلها تحت الحنفية. بعد ما غسلتها شايفين وسبتها تنشف ما فيهاش اي نقطة مية خالص. وبعد كده قرطفتها وببدأ ان انا اخرط فيها كده على قد ما نقدر. نخرطها كويس جدا بالمخرطة نخليها ناعمة. بعد ما خرطتها كده هنحطها بقى ببولة. ومعانا هنا كوبايتين من الشوربة ومعلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الثوم. هننزل ده كله كده في الشوربة ونقلبهم مع بعضيهم قبل ما نحطهم على الملوخية. كوبايتين من الشوربة. بعد كده بقى بننزل بالشوربة بتاعتنا على الملوخية. ما ينفعش ننزل بالملوخية على الشوربة، لا نعمل العكس عشان لو احتاجنا شوربة تاني نزود، ما احتاجناش خلاص تبقى الكمية معانا مظبوطة. هنا فيكم تعملوها شوربة فراخ، شوربة لحمة، مية، اي حاجة اللي متوفر عندكم تعملوه. هنقلبها كده كويس. لازم الملوخية كده تكون تخينة ما تكونش خفيفة علشان تدينا نتيجة حلوة حتى لو قعدت في الفريزر كذا كذا شهر. هنحطها كده بقى في اكياس تلاجة نعبيهم. انا هنا ال2 كيلو عملولي 4 اكياس من الملوخية. انتوا يعني كيس حوالي نص كيلو على قد ما اقدر يعني ظبطتهم. نفرغ كل الهواء اللي في الكيس ونقفله. انتوا بقى لو حابين تزودوا عن نص كيلو براحتكم، دي حاجة ترجع لكم انتوا. بعد كده بقى بنسوي الاكياس بعد ما خرجنا فيها الهواء كلها بنسويها كده فوق بعضيها. ويفضل ان هي تخش الفريزر تكون متساوية، يعني ايه ما تعملهاش متنية كده، لا رسوم كده فوق بعضيهم عشان لما تيجي تسحب الكيس تلاقيه متساوي ومظبوط. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.